هي كعادتها تكريم وجوه فنية من المغرب وخارج المغرب. هناك اسماعيل الفروخي القادم من فرنسا، ومارينويل نيبا هي الأخرى الكاميرونية، والسيناريست والمخرجة التي لبت دعوتنا، إلى جانب الممثل المقتدر العالمي اسماعيل أبو القناطير، ثم الممثلة المقتدرة نجاة الوافي. أما بالنسبة للفقرة الثانية، وهي التي تتضمن مسابقات الأرز العالمي للأفلام العالمية، الأرز الذهبي للأفلام العالمية، تتضمن 30 فيلم من مختلف دول العالم المتمثلة في 18 دولة إلى جانب المغرب. وهناك محترفات للتكوين في مهن السينما وكتابة السيناريو التي يشرف عليها مؤطرون أكفاء، كل من شرف بن الشيخ والسيناريست عبد القادر المنصوري. فالشكر موصول لكل المحتضنين الذين دعموا هذا المهرجان، وعلى رأسهم السيد عامل إقليم إلى إفران، وكذلك رئيس المجلس الإقليمي ورئيس الجماعة الترابية بإفران، تحت شعار التعددية والاختلاف في السينما، وتخليدا لذكرى احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد وعيد الشباب. جد سعيدة وجد فخورة وشرف كبير لي أنني نكون متواجدة وسط هذا الكم الهائل من الجمهور المغربي المتواجد بمدينة إفران بمناسبة المهرجان الأرز العالمي للأفلام القصيرة. وكنتمنى أن الرسالة الثقافية توصل للجمهور، وبالأخص الناس ديال ساكنة إفران من خلال المهرجان. ونحن نقول دائما كمخرجين كمبدعين أن صناعة فيلم من معجزات إنسان على وجه الأرض. لست أنا من يقول هذا يقوله أكبر المخرجين السينمائيين العالميين ستيفن سبيلبرغ. ستيفن سبيلبرغ يقول دائما لما يصنع فيلم فتحدث معجزة. وهذه الإعجازات التي سنشاهد جميعا كجمهور كفنانين هي بالنسبة لنا تحقيق لأحلام كثيرة. فرصة أننا نشوف الأعمال الجديدة، فرصة أننا نحضروا المهرجان اللي تيأرخ الصورة والفن في هذه المنطقة اللي هي محتاجة أنها تشوف الفنانين، محتاجة أنها تشوف الأعمال، لأنه ما كاينش قاعات سينمائية هنا كثيرة. فبالتالي هذه فرصة لنا احنا كاملين كنشاركوها مع جمهور مدينة إفران. فيلم تسالى طلعت لك تامة درتي فيها بطالة تبدالة